بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد الهادي الأمين. معنا اليوم درس من دروس الصف الثاني المتوسط، هو الدرس الأول والثاني بعنوان الدولة الأموية وامتداد الدولة الأموية. مجموعة من الأسئلة الهامة لتلخيص الدرس الأول والثاني، ووارد جدا هذه الأسئلة تكون في الاختبار الشهري أو الاختبار النهائي بإذن الله. نبدأ من على اليمين. من هو سؤال مطلوب فيه ذكر اسم صاحب العمل. بنى مدينة القيروان، طبعا القائد عقبة ابن نافع. هزم القوط في معركة وادي لكة، طبعا هو القائد طارق بن زياد. فتح بلاد ما وراء النهر القائد قتيبة بن مسلم الباهلي بأمر من والي العراق الحجاج بن يوسف الثقفي. الخليفة الذي عزل الولاة الظالمين والذي اشتهر بالتقوى والورع وهو الخليفة عمر بن عبد العزيز. استشهد في معركة بلاط الشهداء وهو القائد عبد الرحمن الغافقي. استمرت الدولة الأموية لمدة كم سنة؟ من عام 41 إلى عام 132، 91 سنة. كان عدد خلفائها كم خليفة الدولة الأموية؟ 14 خليفة. آخر خلفائها هو مروان بن محمد. علل، اذكر الأسباب. يعني تنازل الحسن رضي الله عنه عن الخلافة، تنازل عن الخلافة لمعاوية بن أبي سفيان حقنا لدماء المسلمين. وما معنى حقنا؟ يعني منعا لهدر دم المسلمين في أي معارك أو فتن. القائد هزم ملك السند اللي كان اسمه داهر، وفتح عاصمة بلاد السند اسمها الملتان، ووصل بالفتح الإسلامي إلى كشمير. وكشمير اليوم تقع بين الهند وباكستان، وعليها نزاع بين الدولتين. من هو هذا القائد الشاب؟ القائد محمد بن القاسم الثقفي. بنى عقبة بن نافع القيروان. لماذا؟ لتصبح قاعدة عسكرية دفاعية ثابتة تدافع عن بلاد شمال افريقيا وترسل المساعدات لقادة الجيوش. الأصابع الخمس، كل صابع من الأصابع الخمس عليه سؤال. من هو؟ السؤال الأول، نروح تحت عند رقم 1. الذي أسس الدولة الأموية هو أول خلفائها معاوية بن أبي سفيان، واللي كان كاتب من كتاب الوحي. السؤال الثاني، ما هي؟ ننزل تحت. أهم أعماله. ما هي أهم أعماله؟ أهم أعمال القائد أو الخليفة معاوية بن أبي سفيان أنه نقل العاصمة إلى دمشق، أسس ديوان الخاتم منعا لتزوير الرسائل، نظم أيضا البريد بين الولاة والخليفة، واعتنى بالأسطول البحري لحماية السواحل الإسلامية، وأخيرا رتب حملات الصوائف والشواتي على الحدود الرومية مع الدولة الإسلامية لكي يمنعهم من أي اعتداء. السؤال الرابع، متى بدأت الدولة الأموية؟ بدأت عام 41 وانتهت 132. السؤال الثالث، لماذا سميت بالأموية؟ نسبة لجد الأمويين أمية بن عبد شمس بن عبد مناف. السؤال الخامس والأخير، أين وقعت عاصمتها؟ يعني وين كانت العاصمة؟ من العاصمة؟ العاصمة تنقلت من المدينة في عهد الخلفاء الراشدين، وفي العهد الخليفة الرابع علي بن أبي طالب رضي الله عنه انتقلت العاصمة إلى الكوفة، ولكن في عهد معاوية وفي عهد الأمويين انتقلت العاصمة إلى دمشق في الشام. يعطيكم العافية، وأتمنى من الجميع تسجيل هذه الأسئلة في الدفتر وحفظها، وأشوفكم على ألف خير إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.